شهدت محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب في ريعان شبابه. محمد اتقتل غدر. هنعرف التفاصيل. معايا والدة محمد، ممكن تحكي لنا اللي حصل؟ ايوه حبيبتي. ايه اللي حصل؟ جارتي في وشي زعلت عليا، فانا رحت انا ولا حاجه من الشباك، فلقيت الامي ناس طالع من عمارته، والواد ده مستخبي عند العماره عندي في العماره مستخبي وماسك سلاح كبير في ايده. فابني طالع بقول له ارجع يا محمد، ارجع يا محمد. فمش قلت له اخوانا طعنوا طعنتين في القلب وطعنوا طعنه في دراعه. فابني من حلاوه الروح بيجي راح نزل على دماغه وهو بيشتم بالشمال بالام. ما ردش على الشتيمه، ما كلموش خالص. لا بقى يطعن فيه وغير الشتيمه وقله الادب والسفاله. وما فيش حد كان في الشارع اللي انا واقفه، وجارة ست كبيره في الشارع كانت بتاخد مني الحاجه. امي طالع من عمارته ما فيش اي حاجه معاه ولا اي اخوانه ولا اي حاجه. ده اللي طلع قعد يطعن فيه بالسكينه بسلاح، وغير الشتيمه وقله الادب. طبعا واحد عنده 4 ولاد، شاب معزم على اللي خلقه، ليه يتعمل فيه كده ليه؟ ينزله يديله غد يغدر بيه ليه كده؟ ده يعني يتشنق قدامي، ده يتشنق. انا مش هتقبض لما البني ادم ده يتشنق. يتم 4 عيال ليه؟ حرام عليه، ليه اللي اتعمل فيه كده؟ ما يستاهلش كده. ده واحد حاج بيت ربنا، واحد محترم، مش صايع يعمل فيه كده. واحد كلب زباله زي دوت، ده كلب مش بني ادم عشان يعمل في ابني كده. حضرتك شفتي شفت اللي حصل قدامي يا بنتي. طالع من باب عمارته، وده واقف له عند عمارتي انا، عند البابين جنب بعض. انا بابي الاول هو بابه التاني، وانا واقفه في الشباك. وجارتي كانت واقفه تحت، ممكن جارتي تقول لك ست كبيره كانت واقفه، وواحده تانية جنبي برضو شافت الموقع واتكلمت في النيابه وقالت على اللي شافته. ولا عمل له اي حاجه، بقى يطعن فيه كده، يضرب فيه كده وموقع في الارض. وايه السبب ان هو يتربص له ويقتله؟ ما فيش حاجه كده، لوحده جاي لوحده. كان بيهدده الصبح واحد جارنا، قال لك طالع 7:30 العماره، قال له ما تطلعش، ده ابن ناس، انت طالع تعمل ايه؟ ده هم 4 قوات في العماره. ونزله بتاع البارك اللي في الشارع. قال لك نزلته. قلت له طب انت صابر ما قلتلناش ليه؟ ما قلتش لاخواته ليه نحرسه منه؟ فقال له بقى تخلى واحد اتصل بيه بالتليفون وسرقوا تليفونه. قال له انزل له عايزك تحت. فهو نازل بكل سلامه وكل نيه سليمه، مفيش اي حاجه، مفيش ناحيه غدر منه. يمسكوا يطعنوا بالسكينه في قلبه طعنتين، وطعنه في دراعه. يوقع ابني، يوقعه في الارض يموته. والتاني معهوش اي حاجه في ايده، معهوش يدافع عن نفسه باي حاجه. هو نازل مش مدي اخوانه؟ لا مش مودي، مش هاتي اخوانا لحد. البني ادم ده يتشنق قدامي في ميدان عام كده، يتشنق. لكم عبره لاي حد يعمل كده، عشان احنا مش في غابه. ده ابن ناس وعنده 4 ولاد، ابنه كبير لسه في ثالثه اعدادي. اللي نتعمل فيه كده، فين الرحمه؟ ليه كده؟ يحرق قلب امي ليه على ضناها؟ لا يحرق قلبه البعيد، ما طلع ما هو قاعد. حرام كده. طيب في حد كان ايوه موجود؟ في رحمه جارتنا، بس مش هتبان وشها، مش و... هتبان وشها. ممكن وفي تتكلم سما عادي، وفي مش شرط مصابر تبان. تحت. في انا كنت فوق ودي جارتنا برضه. اه تظهري؟ تظهري في الصوره، لا ما تبانش اه عشان معلش. طب ممكن تعلي صوتك؟ طيب يعني تحكي وتعلي صوتك. تعالي يا رحمه اهي. اه اه احكي بقى اللي حصل. اللي حصل انا كنت واقفه في البلكونه، كنت بكلم اختي، وبعدين لقيت اللي هو القاتل ده واقف على جنب وساكت ما بيتكلمش. وفجأة لقيت محمد نازل، راح اول ما شافه راح فضل يشتمه شتيمه بالأم يسب قذرة. بامه. راح قال له احترم نفسك عيب. هو قال له عيب، راح مطلع السكينه ديت وراح ضربه هنا في دراعه. وبعد كده محمد فضل يبعد وراح جاري وراه ضربه طعنتين في جنبه هنا في الحته دي. بس هو جرى ومحمد فضل يجري لغايه ما وقع في الارض على طول على دماغه. بس ولا شتم ولا اتكلم ولا نزل باي حاجه. هو نازل اصلا ما كانش حاطط اخوانا لاي حد. طيب حضرتك بتطالبي بايه؟ ان ده يتشنق. ده انا يهدى قلبي، يهدى قلب الام، يهدى ان الو. ده متربص له جاي عند باب بيتي، انا بيت امه او عند عماره امه تحت، مستخبي اخوانا، عشان يبقى عبره لاي حد يعمل كده. عشان احنا مش في غابه، في حكومه في قانون وفي كل حاجه، وربنا اقوى من اي حد.
عشان يحرق قلب ام على ضناها. ابني ما فيش يصلي الوقت بوقته، وابني مع الناس كلها بتحبه، مع ابني عمره ما اذى حد، شوف الجنازه بتاعته. ما اذاش حد. طيب في كلام اتقال ان محمد استفزه بمنشور على الفيسبوك، عشان كده هو عمل كده. هل ده صح؟ هل ده صح؟ لا 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 لا، ده هو ما هو فعلا مش مبرر ان لا، هو مش يقتله مبرر. طبعا. ايوه لا، هو الناس كلها بقت تتقتل، ما حدش. هي مش منشور تاني شتم. ممكن تظهري؟ مش مشكله. عادي. هو رد بمنشور تاني على الفيس وشتموا فيه، هو ما شتمش لوحده. ايوه، الاتنين ما شتموا التانية مع غلط بعض. فيه برضه، غلط. مش مبرر مش يعني مبرر ان هو يقتل راجل. تاني مثلا ممكن كان ينزل بسكينه لو هو في نيته ايوه، في حاجه وحشه، مفيش في نيته حاجه عشان نازل بكل سن من نيته نظيفه، مش عارف يغدر ان هو يتعمل فيه كده. ليه؟ لا احنا مش، لا ده شتم ده احنا مش في بلد يهود هنا ولا قال له بابا. كده؟ ايوه لا بيقول له النهارده هنفذ. النهارده هنفذ، مش هسيبك. قال له كده؟ وصابر باركل دوت كان نزله من عمارته الساعه 7:30 الصبح، كان طالع له، فهو قلت له انت ما قلتلناش ليه؟ في السوق. سوق السمك، حضرتك ادخلي سوق السمك واسالي الناس كلها، وجيب الشخص اللي هو اتقال له كده حضرتك تسجلي معاه. هجيبه حضرتك. يا ريت. لصابر محمد ماما صابر. ماشي، اتفضلي كملي. ايوه، ده يا بنتي اللي حصل في ثواني كده، في ثواني يا بنتي، مش مجرد ان هم في ثواني، يقتلوا ما فيش 5 دقايق كده ان كل واحد متعارك مع الثاني هيقتلوا قدام، مش هيبقى في حد، الدنيا ما فيش قانون وما فيش كده، يبقى مش كده. احنا على فكره مش عارفين ناخد عزا، احنا مش عزا، احنا لا. يعتبر اهله اقرب الاقربون، ما حدش خد عزا، وما خدناش عزا ومش هناخد، عشان احنا كلنا نارنا والعه من ده. طيب ممكن تكملي؟ والله انا ما شفتش حاجه، انا مرات اخوه الصغير، بس هو الموضوع دوت لو ما خلصت واخد اعدام اخواته التانيين هيديهم. لازم عشان ياخدوا عزل لازم ياخدوا، يريحوهم بقى، لازم يريحوا، يبردوا قلبي وقلب عيال وقلب الدنيا وامه. 4 عيال صغيرين، نعم. اكبر واحد فيهم ثالثه اعدادي. ما اعرفش، فمهم بتمشي إيه؟ في التليفون، ما اعرفش بقى اروح في ده. شباب. ماشي، اتفضلي كملي. ايوه يا بنتي، ده اللي حصل في ساعتها كده، في ساعتها ما كملش. ايوه ما كملش. ما فيش، في ثواني موتوا، في ثواني الكلب موتوا، في ثواني الكلب. الام تشوف بنفسها بنبي. ايوه، ان جارتي تزعل عليا بديها الحاجات، اساسا بدات 6 مفيش. خلصت 6 الا ما فيش حد في الشارع، ابني بقى مرمي، بقوا يدوروا على حد يجي يشيله، مش لاقيين حد كانوا يشيله. خايفين من الذعر اللي هو عمل، مسك السكينه هو طف عمل الناس ذعر بيها، جامد قوي في خوف الناس ما بيه. دخلش الناس اصلا تنقذه من كتر الذعر اللي هو عمله. مين ده؟ بقول يعني للناس هو مين ده وانا يعني- وقفت في الشارع تحت. ايوه، ما حدش يعني- يجي يمي، ما حدش عمل ذعر كبير جدا. ايوه، خوف الناس منه. يعني هو بعد ما قتل وخوف الناس اه، اللي كسر حواليه. العربيات بره، كسر عربيات وكان بره. في حاله هو خوف الناس، عمل رهبه في الشارع، لا عمل رهبه للناس كله، خوف الناس، ما خلاش حد يعرف محدش ينقذه، محدش محدش دخل عليه ينقذه. من خوف ما من اللي عرفوش عمله. ينقذوه أيوة. من كتر الخوف اللي هو عمله. هو مش فرخه عمل بيقتله ذعر ويجري كبير في الكلب الناس ده، كلها. حسبي الله ونعم الوكيل. حكير، ربنا حسب الله ونعمل فيه، وربنا ينتقم منه. وعارف هو هيضرب ازاي، مفيش فرصه. ايوه لأي جاي مشاغبة. متربص له اصلا، عارف على طول بيضرب مستنيه. ازاي. ايوه، يعني هو مستخبي مخبي في السكينة دخلة العماره أصلاً، عندي تحت، يعني هتشوف مخبيها. الازاز تحت. التاني نازل ما فيش، أيوة. يعني ما فيش حاجه. قربي صوتك وقولي. يعني التاني نازل، محمد نازل ما فيهوش ولا معاه اي حاجه في ايده، ونازل لقى بيشتم، قال له احترم نفسك. اول ما قال له احترم نفسك راح مطلع السكينه، فضل بقى يهوشوا بيها، يهوشوا لغايه ما عوروا في دراعه، وبعد كده ضربوا طعنه طعنتين. لا الاول طعنه صغيره والثانيه الجامده بقى، جاله نزل الثانيه داخلي من الجامده، جوه. وخد بعضه وطلع يجري. طبعا حضرتك شفتي ابنك وهو بيتقتل قدام عينيك، ايوه ايوه يا بنتي، ايوه وده صعب على اي ام. ايوه يا بنتي، ايوه قلبي نار من جوه بعيد عني. ان شاء الله ربنا هيجيب حقه. حسب الله ونعم الوكيل فيه بعيد، يتعدم في ميدان عام، يعدموه كده عشان ناري تهبط. اني يتم 4 اولاد وابني لسه في عز شبابه. هو عنده 4 اولاد. عنده 4، عنده ابراهيم وعنده جمانه ويارا وزين الصغير عنده 5 سنين، الصغير ربنا يرحمه. الصغير خالص عنده 5 سنين. يشرد اسره الكلب. طب وبعد ما عمل العمله ديت ما عطاش فرصه لحد ينقذه،
ولا يوصل له، بقى عمل ماسك هيجان السكينة في الشارع، وماسك خوف الناس الخشبه في كده الشارع. وقاعد يضرب في الناس الآدم والعربيات، زبالة مش قادر صايع. حد يوصل ليه حتى عشان ينقذه، ما عطاش فرصه للناس من كتر التكسير اللي هو كسره، السكينه في ايده والخشبه في ايد وعمال يكسر في العربيات، والناس كلها مش عارفه حتى تجري تنقذ محمد وهو واقع على الارض اصلا. تلت ساعه او ربع ساعه واقع على الارض مش عارفين انه حد يوصل له من كتر اللي هو عامله، سكينه قد كده اهوت وخشبه قد كده، واللي هيقرب مني والعربيات محدش قادر يسيطر عليه ولا يمسكه من كتر اللي هو كان فيه. عمل كده مش عايز حد ينقذه حتى. طيب حضرتك حابه تنهي معايا بحاجه، حابه توجهي رساله؟ حسب الله ونعم الوكيل فيه، هو وامثاله. ده يتعدم، ده عندي يتعدم عشان انا قلبي يرتاح. ده يتعدم زي ما موت ابني في عز شبابه وبظاهرته كده، يتعدم ويتم 4 اطفال صغيرين. ده يتعدم، ان شاء الله باذن الله. ده يا حقه بنتي هيرجع يتعدم، بإذن ده الله. يتعدم. الكلب دوت، ده بني ادم كلب. واحد الحاج منهم قال لي انا كرشه من على البحر، ايه اللي جابه هنا؟ قلت له مين ده؟ انا ما اعرفوش. قال لي اسمه صالح المصري. ومحمد القتيل طول عمره السيره بتاعته طيبه وانسان حاجه بيت ربنا ودايما ماشي مستقيم وملهوش اي اعداء، يخدم الناس كلها. اي اعداء ابدا، ما عندوش اي اعداء من هو صغير لغايه كبير. جايلك دلوقتي هيقول لك كلام كمان. تمام خلاص. هو اتصل بيه القاتل وقال له انا جاي انفذ. هو اتصل بيه وقال له انا جاي اه اقتله. هو جاي لي. تمام. اخو مراته. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب تمام. انا بشكركم طبعا، واحنا مستمرين مع حضراتكم في التغطيه، وهنعرف ايه السبب وهنعرف اللي حصل اكتر بالتفاصيل، وان شاء الله الحق هيرجع ويصبر ايوه يا قلبك بنتي، ان شاء الله. زي ما قالت عياله عياله تتلف. يتشتم الكلب دوت. بشكركم جدا، بشكر كل متابعي ومشاهدي موقع بصراحه الاخباري. كنت معكم اسماء اسماعيل، مراسله في موقع بصراحه بمحافظه الاسكندريه.